بنت مستشار عمالة بتعتدي على الناس كلها. تعال اقول لك ايه اللي حصل. انتشر مؤخرا على السوشيال ميديا فيديو لبنت مستشار بتعتدي على افراد امن في المستشفى، وبتعتدي على عامل مخبوزات، وبتروح مطعم وبتصور اللي شغالين فيه، وبتعتدي على حد شغال على عربية قهوة. حاجة يعني منتهى المسخرة. بنت المستشار ديت لما كانت بتعتدي على افراد الامن في المستشفى، حاولوا ان هم يتدخلوا، وقالت لهم اوعى حد يقرب مني، انا بنت مستشار، انا هحبسكوا، انا هعمل، انا هسوي. حاجة غريبة جدا. ولما كمان راحت لعامل المخبوزات بيديلها الاوردر بتاعها، راحت ضرباه بالقلم على وشه وبتقول له انت بتلمس ايدي ليه؟ والولد فعلا ما لمسش ايديها. شيء غريب جدا. حتى لو بنت مستشار، لو بنت مين في رئيس الدولة، لو بنت مين في الدولة يعني اقصد، ما يسمحلكيش او ما يديكيش الحق ان انت تعتدي على الناس بالشكل دوت. لا الرئيس قال كده، ولا الحكومة بتعمل كده، ولا الجيش بيعمل كده. فده قلة ادب. اللي توصلنا ليه ان هي البنت دي ساكنه في كومباوند في الشيخ زايد. ناس كتير قوي بتقول ان هي مش متزنه، مش طبيعيه، وده بصراحه كلام منطقي جدا جدا نظرا للي هي بتعمله. المهم بقى ان كل الناس اللي هي اعتدت عليهم قالوا ان هم هيعرفوا ياخدوا حقهم منها عن طريق ان هم هيعملوا فيها محاضر، طبعا محاضر اعتداء، سواء عامل المخبوزات او افراد الامن اللي في المستشفى. وقالوا طبعا ان هي عايزه تطلع ترند على حسابهم. زي ما قلت لك، موقف غريب جدا. اتمنى الناس تقدر تاخد حقها فعلا من البنت ديت ويعملوا فيها محاضر، لان بلدنا فيها قانون ايا كان ان بنت مستشار ولا مش بنت مستشار، مش مسموح لك لتاني مرة تعتدي على الناس بالشكل القذر ده. قولولي في كومنتات شايفين الموضوع ازاي من وجهة نظركم، وتفتكروا الناس دي هتعرف تاخد حقها منها ولا لأ؟ قولولي في كومنتات.